كل سنة وانتم طيبين. خلونا نعمل مع بعض بقى الفستق الكداب عشان نزين بيه حلويات رمضان. يلا بينا. عندي نص كيلو من السوداني الني ما يكونش فيه ملح خالص، واضربه ضرب متقطع في الكبة، جزء كده مجروش مع جزء ناعم زي ما تحبوا. وبعد كده هجيب معلقتين كبار من المية من الحنفية، معلقة كبيرة من روح اللوز. المفروض استخدم الفستق، بس دي اللي كانت متوفرة وادتني تست حلو قوي بصراحة. بعد كده هحط معلقتين من اللون السائل اللي هو الاخضر. الوصفة بالتفصيل موجودة في قناتي أكلات على كيفك، وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. هقلب كل الكلام ده بقى مع السوداني، واحتاجت مني ان انا ازود لون تاني مع ريحة اللوز، بس ما ضفتش مية عشان ده الوان سائلة. لو جل لازم اضيف معاها مية. هغطيه بقى واسيبه لمدة ساعة، وبعد كده هجيب جوانتي وابتدي ان انا افركه بايدي عشان اتأكد ان اللون دخل فيه كل قطع من السوداني. وبعد كده هفرشه على ورق الزبدة، وابتدي ان انا ادخله الفرن لحد لما يتحمص، وكل 3 دقايق هقلبه من وقت للتاني. وبعد ما بيبرد خالص ببتدي ان انا احتفظ بيه ببطرمانات، وممكن احطه في التلاجة. خلصت حلقة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.